المشاهدين، مساء الخير. معنا ومعكم حلقة جديدة من حديث المصريين. وكما عودنا السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي كما أمرنا بمعنى أدق إن احنا نحارب الفساد في كل مكان. فاحنا دلوقتي في صدد مشكلة تابعة للفساد. هنتكلم النهاردة عن الفساد المحلي اللي هو الأوقاف. بمعنى أصح يعني احنا مش هنقول إن الأوقاف هي اللي فيها فساد، بل بالعكس في تجاوزات على الأوقاف. وبرغم من كده الأوقاف لحد دلوقتي ما خدتش موقف برغم من إنها عندها علم بالمشكلة. في عندنا اعتداء، جالنا شكوى عن اعتداء على الأوقاف الخاصة بمسجد سيدي يوسف الشعوصي بشوبر مركز طنطا. ومعانا الأستاذ عبد الفتاح جعفر شيخ المعهد الأزهري في البلد، هيكلمنا عن المشكلة دي بتخص 6 محلات خاصة بالمسجد اللي احنا تحدثنا عنه، مسجد سيدي يوسف الشعوصي. اتفضل أستاذ عبد الفتاح، كلمنا عن المشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. المشكلة بتتلخص في عدة نقاط. الأولى إن إحنا موجودين في المنطقة طول عمرنا وعارفين إن المحلات بالكامل ملك مسجد سيدي يوسف الشعوصي ومتربين في المنطقة. في 5 محلات تم ضمهم للأوقاف، المتنازع عليه دلوقتي محلين 2. أحد الأشخاص من المنطقة هنا عمل عقود مضروبة بتاريخ 57 و58 و63 بدون ذكر أسماء، لأن مش المقصود التجريح، لكن المقصود إن حق ربنا يرجع لربنا تاني. أنا معايا عقد من 1 يناير 1919 يثبت ملكية الأرض والمحلين الاتنين للأوقاف المصرية، وإن هم وقف المسجد سيدي يوسف الشعوصي. تم عمل قعدة عرفية في مسجد سيدي يوسف الشعوصي بحضور عدة أشخاص اللي هم المسؤولين عن المسجد. الحاج محمد عبد اللطيف الملخاني، الأستاذ سمير عثمان، الأستاذ حسن معدي، الأستاذ عادل فؤاد شهاب، الحاج قطب شعبان، والحاج سعيد العطار. وكنت أنا موجود في القعدة، وحكموا على الشخص ده إن هو يشتري المحل 40,000 جنيه ويدفعهم. طبعا أنا رفضت، أنا والحاج عادل فؤاد والحاج سعيد العطار، لكن بحكم الأغلبية القعدة العرفية مشيت، فاستجبنا للأغلبية. بعد شهر راحوا له ادفع الفلوس، قال لهم ده أنا كنت بضحك عليكم. شخص انتهازي كل غرضه الاستيلاء على مال الله سبحانه وتعالى. لو جبت أي فردين من قرية شوبر وتسأليهم على الشخص ده، مفيش شخص عنده استعداد يجمع إن هو إنسان كويس. الاستيلاء على مال الله سبحانه وتعالى، احنا ما بندورش على منفعة شخصية لنا، ولا احنا مضرورين في حاجة. احنا كل الغرض الأساسي بتاعنا إن مال الله يعود لله. العقد عندي اهوت، ممكن الكاميرا تجيبه، بيثبت إن الجار الشرقي لبيتنا بيت الشيخ محمد عبد الكريم الغنيمي، الجار الشرقي طحونة السلمية، اللي هو بيت الأستاذ هشام أحمد علي المنياوي، وباقيه وقف مسجد سيدي يوسف الشعوصي. طبعا بعد ما اتحركنا وبدأنا ان هو يهد وبدأ يدفع فلوس في المحليات، وسعادتك عارفة الفساد في المحليات زي الدكتور زكريا عزمي زمان ما قال للركب، دلوقتي وصل لفوق الرقبة كمان. المجلس المحلي ساعده، ونقطة محل منوف ساعدته، لكن احنا بنحارب وبنحاول ان احنا نوصل الحق لربنا. طيب حضرتك كلمني عن الوقف من سنة كام؟ الوقف يعدي اكتر من 300-400 سنة. احنا ما حضرناهوش، بس من صغرنا. انا عندي 50 سنة بالظبط. ال50 سنة متواجد في البيت ده وبصلي في المسجد ده. والدي كان الخادم بتاع الضريح، ومعانا فضيلة الشيخ سعد خليفة الضريح. عارفين طول عمرنا ان المحلات ديت ملك للمسجد. حتى المسجد لما اتهد اوائل الثمانينات اتبنت المحلات بالطوب القديم بتاع المسجد. تم ضم المسجد للأوقاف المصرية سنة 80، واتعمل كروكي للمسجد، وفي 13 محل. الجماعة الكبار بتوع المنطقة قالوا ما نضمش المحلات للمسجد عشان يصرف على المسجد، ودي كانت غلطة عمرهم، لأن بدأت المال الوقفي يتنهب. احنا بنتكلم كمان في أكتر من كده. احنا عندنا أرض زراعية ملك مسجد سيدي يوسف الشعوصي، واتكلمنا فيها في القعدة العرفية، ورئيس القعدة قال هشوف ومحدش رد. احنا كل اللي بندور عليه حق ربنا يرجع لربنا.
طب حضرتك عندك علم وزارة الأوقاف عندها علم بالموضوع ده ولا لا؟ عندها علم ب5 محلات لكن ما عندهاش علم بالمحلين دول. ليه بقى؟ ما احنا قلت لحضرتك في الاول ما تمش ضم المحلات، والشخص ده راح الاوقاف وقدم عقود مزوره بتاريخ 57. بس العقود الأصلية مع حضرتك. العقود الاصليه معايا ومستعد اسلمها في اي جهه رسميه. تمام. العقد بتاعي تاريخه 1 يناير 1919 باسم جدة والدي وسيلة إبراهيم النويشي. ومعانا فضيلة الشيخ سعد ممكن يأكد على كلامي. احنا هنستضيف الشيخ سعد دلوقتي عشان يكلمنا عن الضريح بتاع المسجد ويكلمنا عن المسجد عموما منذ انشائه. معانا الاستاذ جمال سيد رمضان، شاهد عيان ساكن من سكان البلد وساكن من السكان اللي جنب بجوار المسجد. هيقول لنا دلوقتي حكايه ال7 محلات اللي عليهم النزاع. اتفضل حضرتك. ال7 محلات دول كان في ناس كبيره موجوده في حته من الكلام ده من يعدي 20 سنه بالظبط. الحاج عبد العليم ابو يوسف، الحاج محمد العطار، ماشي. تمام. الشيخ عبد الفتاح الكريم برضه يعرف الكلام دون ان الناس دي كانوا هم يعني ماسكين الجامع مع الشيخ سعد مع العالم، يعني قبل ما يعملوا بيت مال وبتاع وكده ويخش هشام ويخش العالم دي يعني. فنعرف ان الحاج عبد العليم ابو يوسف دون انه راجل تقي يعني يعرف ربنا فعلا، ان الدكاكين دي بتاعت سيدي يوسف الشعوسي. تمام. اللي هي الدكاكين دي هي اللي بتصرف على الجامع. تمام. يعني الدكاكين دي اوقاف بس ما كانتش مظبوطه في الاوقاف، قال لك ما كناش ساكنها في الاوقاف لانها بتصرف على الجامع، بياخدوا ايجارها يصرفوا على ايه؟ على المسجد. تمام. ففوجئنا من فتره كده قريبه خالص ان لقينا الدكاكين بتهدي ايه يا جدعان، قال لك ده عشان كده انا معايا عقد الدكاكين اللي بتاعت فلوس. ازاي ده احنا نعرف الكلام ده من 20 سنه عدوا ان الدكاكين دي بتاعت فلوس من الناس الكبيره والناس الكبيره دي توفت. يعني الشيخ سعد اخبار ناصرنا انا هو عارف الكلام ده كمان. تمام. فحاجه كده يعني ما ترضيش ربنا يعني صراحه. تبص تلاقي يعني حاجه ما ترضيش ربنا، يعني ان انت تاخد حاجه بتاعت ربنا تدخلها في بيتك، حاجه ما ترضيش ربنا يعني ترجع عنها عينك يعني. تمام. كان معانا الاستاذ جمال احد شهود العيان. معانا الاستاذ عباده شاهد اخر من شهود العيان من نفس المنطقه المجاوره للمسجد، هيكلمنا عن المسجد والمحلات. اتفضل يا استاذ عباده. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك المحلات اللي عليها النزاع دي احنا نصحى نسمع ان المحل ده بتاع علي الليبودي، بس هو في الاساس ملك للمسجد، كان مأجره من ضمن المؤجرين. فلما علي الليبودي توفى قعد المحل مقفول فتره. اول ناس فتحت المحل ده بعد علي الليبودي ما مات اخويا عادل الله يرحمه، وواحد موجود حي يرزق على الدنيا لحد الان اسمه محمد رمضان الملخاني. الاثنين دول هم اللي فتحوا المحل في حياه الحاج عبد العليم. فضل ابو هشام ينفحفر وراهم لحد ما طلعهم من المحل وهو خده. لما حصل وهشام فتح عليه باب من قلب بيته تتعارك معاه الحاج عبد العليم وما بقاش يدي ايجار لرواد المسجد، فيدفع الايجار في المحكمه. وبناء عليه النهارده بيقول ده انا معايا عقد للمحلات دي ان انا شاريها وهي ملك من بيتنا، ولا هي من بيته ولا هي من بتاع. احنا نصحى نلاقيها ان هي ملك للمسجد وانا عندي 55 سنه، اصحى على حياتي انا ان المحلات دي بتاعت المسجد. ازاي انت معاك عقود بيها؟ تمام. فحاجه يعني ما ترضيش ربنا. تمام. وكلنا بنحارب عشان نرجع ملك الله لله. تمام. كان معانا الاستاذ عباده شاهد اخر من شهود العيان. ومع حضراتكم دلوقتي فضيله الشيخ سعد الدين فخر الدين شادي، يعتبر اقدم خادم للمسجد وهو الوحيد اللي يقدر يكلمنا عن المسجد وعن الضريح. اتفضل يا شيخنا عرف نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نصحى نلاقي هذا المسجد ده ووالدي خليفة المقام وابوه كان خليفة المقام، تمام؟ تمام. وكان المقام مفصول عن المسجد، كان بينه وبين المسجد مسافة كبيرة. فلما المسجد اتهد توسع فاستقرب من المقام، تمام. تمام؟
طبعا احنا كان معانا المفاتيح بتاعة المقام وماشيين تمام، مفيش أي مشاكل. فلما جت الكورونا الأوقاف قالت إن المقامات تقفل والجوامع تقفل، ونفذنا هذا القرار. وشيخ المسجد قال لي تديني المفاتيح، وبعد الكورونا الدنيا ما تبقى تمام هديك المفاتيح تاني والدنيا تمشي ده مكانك. بعد الكورونا ما حصلت والدنيا مشيت تمام، بنسأله على المفاتيح زي ما وعدنا، وقلت له اوقف وبعد الله إذا عهدتم. قال لي لا لسه مش دلوقتي. كل ما اقول له اليومين ملطنا لحد وقتنا هذا، بالاشتراك مع الشخص اللي هو ايه مستولي على المكان بتاع الدكان، المحل اللي هو اللي عليه النزاع. اللي عليه النزاع. رغم ان الضراح ده كان وجع قبل كده، والشيخ سعد بناه على حساب بناه على حساب اتفضل يا شيخ سعد. تمام. تمام. فدلوقتي هو هات التركين دي ومعها عقود مزوره مش مظبوطه، لان احنا صح نصحى. انا عندي دلوقتي ايه حوالي 73 سنه، نسمع ان الدكاكين دي كلها ملك سيدي يوسف. تمام. تمام. فهو لما استولى على الجامع وبقى عضو من ضمن الاعضاء، فالدكاكين دي جنبه منه بجواره على طول، فاستولى عليها وضعم العقود وقال ده انا شريك، والعقود مش مظبوط. نصحى نلاقيهم هم بتوع سيدي يوسف، ملك سيدي يوسف. تمام. تمام. أعزائي المشاهدين، احنا دلوقتي سمعنا الموضوع وفهمنا القصة، وبنناشد وزير الأوقاف، السيد وزير الأوقاف، والسيد وكيل وزارة الأوقاف الغربية، والسيد محافظ الغربية بالتدخل في الموضوع وحل النزاع. شكرا.